أهلا بيكم في قناتنا. وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش عارفين تحلوها ابعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات، وإن شاء الله هنساعدكم في حلها. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. مش مهم اسمي، أنا عندي 60 سنة وبقيت جدة وحياتي اتدمرت. تجربتي صعبة ومؤلمة. فجأة صحيت من النوم ملقتش جوزي بدون أي سبب ولا أي خناق، بعد ما كان دايما بيقول ليا إنه سندي ومستحيل يسيبني. سابني أكمل مشواري لوحدي عشان حياتنا ما تبقاش مأساوية. أحكي لكم قصتي. أنا ما كملتش تعليمي زي بنات كتير من الأرياف في الوقت ده، واتجوزت أخو واحدة صاحبتي، وأهلي كانوا سايبين ليا حرية الاختيار تماما. اتوسمت فيه الأخلاق الطيبة والعيلة الكريمة. خلفت منه 3 بنات زي القمر. وفجأة جاله جلطة أثرت على طريقة كلامه وعلى صحته، ولفينا عند دكاترة كتير. كنت بروح معاه لكل جلسات العلاج الطبيعي لحد ما بدأت صحته تتحسن. فوجئت بيه مرة واحدة ساب البيت واتجوز بنت صغيرة قد بناتي. سألته كتير ليه عملت كده، ولو كنت عاوز تخلف مثلا الولد ليه ما قلتليش؟ أنا عمري ما اعترضت إني أحمل وأخلف تاني، بالعكس عرضت عليه كتير وهو اللي كان بيرفض. وبلسانه عمري ما قصرت معاه في أي حاجة. حاولت أقابله عشان أتكلم معاه، لكن فوجئت إنه طلقني غيابي وسابني أنا وبناته من غير ولا مليم. وأنا ما بشتغلش. موقفي كان صعب جدا، بس كان عندي ميراث من أبويا، وإخواتي كمان وقفوا جنبي وساعدوني ماديا ومعنويا. وكبرت البنات. الكبيرة دخلت كلية الطب، والتانية دخلت كلية آداب، والتالتة حاسبات ومعلومات، وبدأ يجيلهم عرسان. كل ده وأبوهم مش موجود في حياتنا. بناتي كلموه كتير وكان بيرفض حتى يرد عليهم، والحمد لله ربنا قدرني وبمساعدة اخواتي جهزتهم واتجوزوا من نفس البلد اللي احنا فيها. رجالة محترمين جدا. وبقيت جدة وبناتي بيتسابقوا في بري. حسيت بأمان وسعادة وراحة بال، وحسيت اني أديت رسالتي. لكن فجأة حياتي اتقلبت تاني. أبو بناتي عاوز يرجع لي بعد ما طلق مراته التانية. ما هي خدت كل فلوسه ورماته بعد ما جاله جلطة تاني. وجايب ناس يتوسطوا ويقولوا لي اني أسامحه وانه معترف بخطأه. أنا مش شمتانة فيه، بس هو عاوزني أخدمه واصرف عليه بعد اللي عمله فينا انا وبناته. انا كده كده مش ناوي ارجع له. حتى بناتي بيقولوا لي هو ما كانش اب لينا ولا هام بامره يحضر فرحنا. هو عاش لنفسه بس، لكن ضغوط اهل البلد اللي انا فيها مش سايباني في حالي. اعمل ايه؟ لصاحبة الرسالة: شريعة الله في الارض تمنع الضرر والضرار، وكمان كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وربنا قال في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مش هقولك حاولي تسامحي، لكن ما تجيش على نفسك. لو مش قادرة تسامحي خلاص. لو قادرة طبعا دي حاجة كويسة، واحتسبي ده عند ربنا. انت كده كده مش ملزمة بيه. ولكن رسالتي دلوقتي لكل راجل: اتقي ربنا في مراتك وبناتك، واعرف ان زي ما في عقوق ابناء في عقوق اباء، والاتنين عقابهم عند ربنا كبير في الدنيا وفي الاخرة.